خلاص. العقل بيقول عشان اساعد المعده دي تهضم ازود هنا الحمض بتاعها مش اقلله. ازاي يا دكتور؟ ده انا عندي حموضه هنا. طب انا هقول لك الحموضه بتحصل ليه. الاكل ده اللي بيوصل الحته دي لو مواصفاته مش زي ما انا بقولها، مثال الحته دي بتعصر كده، لو انا حطيت حاجه هنا غرويه بلاستيكيه لزقت سدت لي الحته دي، خلي بالك مش سدتها وبس، ده سدتها ورقدت هنا وخلت دي ما تنقبضش. العيان يقول لك ايه؟ انا باكل واحس ان عضلات بطني قرصت، جالي شد عضلي في فم معدتي. هو ده العضله جت تقفش وترد ما ردتش، حطيت حاجه انت جواها لازجه جدا. كويس؟ احسسك اني من سلاله البشوات. ماشي يا عم مرسي، ازيك يا ايام؟ حلو. اما تيجي العضله تنقبض وتيجي تنبسط ما تعرفش حاجه لزقت جواها، يجي لك كرام بتقول انا باكل بتعب في الحته دي قوي. كويس؟ الحاجه دي جت هنا وسدت دي. عظيم. وهي نازله بتليس بتلزق في الجدار عماله تسد فتحات الاتش سي ال ما بيطلعش. العضله بتيجي تنقبض ها مش قادره تزق اللي فوقيها. ازاي؟ انت كلت فالاكل قافل هنا. عظيم. الاكل قافل الحته اللي تحت دي كلها لقيت فيها ولازق. اللي فوقيه ده بقى الشوربه، شويه ميه على شويه بيبسي في الحته دي، وبهارات الشاورما، ما الشاورما لازقه تحت هي والعيش. كويس؟ فوق هنا شويه الشوربه اللي فيها البهارات والسمنه والزيت، فما يجي يرجع وتدوس كده يرجع ده لفوق. اللي بتحسه طعمه في زورك ايه بقى؟ ايه اللي بتحسه طعم في زورك؟ البهارات، الزيت، التقليه، الحاجات اللي حوالين الاكل. فالدكتور بتاع الجهاز الهضمي بيمنع عنك ايه؟ المقلي والمحمر والمسبك والبهارات والفلفل الاسود والنعناع اللي هم مش السبب السده يا استاذ. انت كلت ايه بقى يسد لك ده؟ كلت ايه يسد لك ده؟ كلت حاجه معجنات، اسمها معجنات، تنزل ترقد. سندوتش الشاورما اللي حضرتك بتاكله ده عشان توصل للحمه اللي جواه محتاج تفك العيش اللي براه. انت لو بليته في شويه ميه هيلزقوا في بعض مش هيطلعوا من بعض. يعني زي ما حضرتك بتيجي تغسل قميص سعادتك في البيت تحطه في الغساله فبتفرد الياقه وتحط لها مسحوق مخصوص عشان الغساله تشوفها. فدي اعتبرها الغساله. اما تيجي تحط فيها بقى الرقاق باللحمه المفرومه، الاستاذه بتقول الرقاق ينزل يلزق هو واللحمه تحت، لا حاجه طايلاه. فتيجي تعمل حضرتك تحليل براز تلاقي نفسك ايه؟ عندك اللحمه موجوده لحمه والخضار موجود خضار والعجين ستارش تحت موجود ستارش. حضرتك ما بتاكلش، فهنا العجين لزق وجواه الشاورما، لا استفدت بالشاورما والعجين اثر على المعده، تنقبض تطلع السائل اللي فوق ده فوق. يقوم الدكتور يفتكر ان ده هو سبب الارتجاع. يا عم لا، ولا عندك. اشمعنى انت اللي عندك حمض زياده في امعائك؟ يعني اشمعنى انت اللي عندك افرازات الحمض زياده؟ انت افرازات حمضك اقل من الطبيعي يا استاذ، انت مناعتك رايحه في داهيه. الكلام بسيط. هنا العجين لزق فوقيه الميه اتحوشت والكولا بتعاكس الاتش سي ال. بالمناسبه اي صودا مش جلوتين، محدش يقول لي جلوتين تاني. الجلوتين مش هو المشكله، الكونسنتريشن او تركيز الجلوتين هو المشكله. خلاص؟ يعني الأورزينين موجود اصلا في الرز، الافينين موجود في القوت اللي هو اسمه ايه ده؟ الشوفان. يعني الافينين زي الجلوتين في الشوفان، الاورزينين موجود في الرز زي الجلوتين. فموضوع انا هاكل رايس كيك بيموت الرايس كيك بالمناسبه. والمعجنات خطره؟ لا ما اعرفش خطره ولا لا. رجع السيل ده، خدت الدواء وانت عملت الارتجاع بتاعك صامت، يعني بتموت بس انت بالراحه، انت مش حاسس بالحموضه. فالحمض يرجع فوق ويقعد ياكل في ده، ياكل فيه.
طب يا دكتور ايه مشكلتك يعني بعد ما حصل ولزق ايه اللي حصل؟ بدل ما بيقعد له ساعتين في المعده يقعد له 4 5 ساعات يتملي بكتيريا ويعفن، فبقى عندك تجشؤ وريحته مش حلوه. عندك تجشؤ وريحته مش حلوه، يجي لك من وقت للتاني غممان نفس. طب اللزق ده وهو طالع من على جدار المعده يعمل ايه؟ يجرحها، يخليها متعريه من طبقه الجل اللي عليها، اللي يلمسها مين؟ الحمض، يحرقها. يقول لك لا ده انت عندك التهاب في جدار المعده، وعملت منظار وشفت التهاب وشفت زي سوري الواكسنج. بعد ما تحط الواكس وتشيله يسيب لك الحته اللي تحتها رو مكشوفه، فتيجي تحط كولونيا بعد الشيفنج الكولونيا تحرقك. طب هو اللي حرقك الكولونيا ولا انت اللي مجروح؟ لا انا اللي مجروح، مش الكولونيا اللي بتحرق. يعني مش الحمض اللي حرقني، لا ده انت اللي جارح معدتك بحاجه لزقت وطلعت. وليه اخترت الرز؟ وليه اخترت التوست؟ ما يلزقوش. الخلطه خلطه اسمنتيه، ضرر فيزيكال، خلطه اسمنتيه، زودت انا فيها الرمل، شلت منها شويه اسمنت، فرولت مني. ده اللي انا بعمله معاك. بتهيألي اعتقد الكلام كده واضح. بيجي الاكل هنا بحموضه معينه اسمه كاين، الكاين ده يوصل هنا ليه حموضه معينه، ليه ملوحه معينه، ليه كونسنتريشن واضح يهيج خلايا الاثنى عشر. بتاع التكميم بيعمل ايه بقى؟ بيجي كده ويقص. خلاص؟ يعني الجزء ده في المعده كده الجزء ده كله كده اتشال. معلش بقى انا خبطت حاجه بوظت حاجه بقى، خليها اظبطها كده لحد ما اخلص. انا قربت اخلص خلاص. دي اتقصت كلها، ما بقاش عندي لا الخلايا اللي بتفرز ال HCl، ما بيعيش طول حياته ما بيعرفش يمتص الكالسيوم ولا الفرس ولا الفوسفات. يجي له من بعد الكلام ده انيميا ما بتتحلش، مش عارفين سببها ايه. نحاول بس ما فيش مشكله. تاني حاجه العضلات ما بقتش شكلها طبيعي. يعني ايه؟ يعني العضلات كان ليها شكل هارمونيك، بتنقبض مع بعض كده ولتحت ولفوق وبتدعك، لكن بعد كده بقت تضرب وخلاص. فالعيان بتاع التكميم اول مشكله بيعاني منها ايه؟ الارتجاع. ما بيتحلش الارتجاع بتاع عيان التكميم، خلص الموضوع. فيرجع للدكتور يقول له انا عندي ارتجاع، يقول له لا عندي ارتجاع عشان خاطر احنا قصينا كتير. طب بعديها بشويه تخنت يا دكتور، تخنت ليه؟ يقول له لا اصل احنا المعده وسعت. يا عم هي وسعت ولا ضيقه؟ وترحمونا لاجل النبي. العمليه دي فسيولوجيا غلط، وظيفيا فانكشنلي غلط، ما ينفعش تتعمل من اصله. زمان كان اسمها بارشال جاستريكتومي، يعني التخلص من جزء من المعده، كنا في سرطان المعده. النهارده بقى اسمها سليف تكميم. لا محدش يلعب في جزء فانكشن في جسمه، محدش يدخل مشرط على المعده. المعده ما فيهاش هزار. الحته دي اتقصت، الاكل عمره ما يوصل هنا مهضوم، عمره ما هيوصل هنا مهضوم. استلموا بقى بعد كده. هنا بقى يجي التلبكات في النقطه اللي جايه. عشان كده عيان التكميم بيفشل بسرعه. عيان بقى تحويل المسار، لا ده قص هنا وقام جايب دي لحمها هنا، فالعيان ده مش هيجي له ارتجاع لانه بيصب على طول على تحت، بس انت حولته بسوء تغذيه لتغذيه غير موجوده للاصل. يا رب نكون وصلت اللي انا عايز اقوله. المعده لو اتكلمت عليها مش هخلص كلام، دي مقدمه مش بطاله عشان نقدر نعرف سبب الارتجاع اصلا ايه وهيقف. وغيرت العجين، بطلت الصودا هيقف، بطلت الخضار الاخضر اللي هو الني ده بتاع الارانب ده هيقف. الحاجات دي ما بتخدمش يا اخضر، الحاجات دي بتعمل كده بس ما فيهاش سنان، دي عضلات يا حبيبي، خض وشد وبس. البيض واللبن بينزل كويس قوي. البيض يا جماعه جربوا كده، اكسروا بيضه وحطوا عليها معلقه خل، هتلاقي حصل ايه في البيض؟ استوى على طول. هاتوا اللبن وحطوا عليه معلقه خل، هتلاقيه اللبن اتقسم نصين، نص استوى ابيض تحت اسمه كاسين. الكاسين والالبومين دول ولاد ميتين، يعني ولاد زفت، دول ما بتدوش عندنا اصلا. ربنا حط الالبومين لحفظ الجنين وحط الكاسين لحفظ بروتين الشرش. فانت بتاكل جبنه القريش بقى اللي ما فيهاش فايده، انت واخد، عارف انت تاخد المدى الحافظه بس، يعني الفايده انت ما خدتهاش، تاخد الابيض. وباعهولك بقى على شرط، باعهولك ايه؟ يعني هو باع لك الابيض ده ايه؟ باعهولك جبنه قريش، وباعهولك جبنه اسطنبولي، وباعهولك انا وقعت كل حاجه، وباعهولك جبنه دوبل كريم،
وباعهولك كل يعني بص هو باعهولك كل حاجه، مع انه بقى هو اصلا الجبنه دي هو هي والزبادي دي الاستورج بروتين بتاع الشرش. فمش فاهم انتوا فاهمين ولا لا؟ الشرش ده بقى بيترمي في الزباله اصلا. حلو الكلام، زي ما عمل في الدقيق، رمى الجنين اللي هو اصل يعني رمى الجنين اللي هو اصل الحكايه. يعني انت اصل الحكايه الجنين مش غذاء الجنين. يعني ايه غذاء الجنين؟ يعني ما ينفعش انت واحده حامل واجي اقول لك الجنين ده هاخد بقى هاخد المشيمه واشتغل بيها. انت فاهمني؟ ما ينفعش، لازم انا اخد الجنين نفسه. انا بيبي ايتر اصلا.